دلوقتي انا جاي اوردر من هو ده البولو لوكو. جالي اوردرين، اوردر البولو لوكو واوردر من ماكدونالدز، يعني هاخد اوردرين معايا في نفس الطريق. تعالوا نخش دلوقتي مع بعض البولو لوكو. اعتقد البويو يوكو، بويو يوكو. I have an order for Kitali. Okay. No problem. دلوقتي ادولي ده طبعا مشروب للشخص اللي طالب الاكل، يعني هي عايزه او هو عايز كوكا تشيري، فهندوس هنا. يلا خش منها على الاخر. متوصى جدا، توصينا على قد ما نقدر كده. توصيه حلوه كفايه كده عشان ما يدلقش، صح؟ انا بقول كده برضه. بسم الله، يلا بينا يا جدعان، يلا بينا يلا بينا. جراسياس. تمام، فدلوقتي اخدنا الاكل ده، دلوقتي عندنا لازم نطلع على مين؟ على ماكدونالدز. يعني كل ده عشان ماك اند تشيز وتشيري كوكا كولا. دلوقتي انا هعيشكم معايا النهارده. اليوم هتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا. النهارده الفلوج النهارده هيتكلم على اهم حاجه في الحياه ديت، والحاجه اللي احنا اصلا يعني هي هتبقى سبب للتغيير في حياتنا عامه. يعني بس احط الحاجات دي في العربيه، الحاجه دي هي الاساس. عشان اديكم هنت برضه هنتكلم على ايه عشان تبقوا عارفين الاحداث اللي حصلت مؤخرا للناس في سوريا وفي تركيا، الناس اللي ماتت فجاه من غير ما يكون على بالهم، والناس اللي بتموت يوميا من غير ما احنا نكون نعرف عنهم. يعني في ناس بتموت يوميا بامراض مختلفه في ظروف مختلفه واحنا مش عارفين عنهم، لان احنا اكيد الميديا والسوشيال ميديا مش هتجيب كل الاخبار. وبعدين كل واحد بيبقى ليه يعني مغزى من الحاجه اللي هو عايز يتكلم عليها. يعني لو موضوع الناس بتتكلم عليه بشكل كبير جدا فالناس هتتكلم عن الموضوع ده. لو في موضوع معين الناس بتتكلم عليه هتلاقي الناس كلها بتتكلم على الموضوع ده، لان هو ده الموضوع المهم دلوقتي. في ناس تانية بقى بتموت من بامراض مختلفه، في ناس بتموت من امراض انفلونزا عادي، ناس بتموت بامراض الاتش اي في والايدز. فالموت هو الحاجه اللي ما فيهاش فصال، اللي احنا مهما قعدنا نحاول يعني نتغاضى عنها او نتجاهلها او ما نفكرش فيها، بنلاقي نفسنا بنرجع نفكر فيها لما بيحصل معانا. لو حد مثلا عزيز علينا قوي 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 قوي، لو بعد الشر يعني الوالد او الوالده حصل لهم حاجه، او الاخ او الاخت، بعد شويه دول اقرب الناس ليك، دول او زوجتك او زوجك، اكيد ده بيبقى اصعب حاجه. نفتكر فعلا الموت، بنبدا فعلا نخاف من الموت. ولكن من رحمه ربنا عز وجل ان الانسان بينسى بعد شويه. كل واحد بيفسر الموت بطريقه مختلفه. تمام، في ناس كل واحد حسب ما هو مؤمن بايه. اللي مؤمن فعلا بالدين ومؤمن فعلا باللي ربنا قاله يبقى عارف ان الموت ده هي اللي احنا هنروح حياه تانية بعد كده، والحياه دي هي حياه اللي ان شاء الله هيبقى فيها حساب بعد كده. بناء على ده في ناس تروح الجنه وفي ناس هتروح النار، تمام، بناء على اللي عملوه في الدنيا. تمام، في ناس تانية شايفه ان الانسان بعد ما بيموت يروح جسم حيوان او بيروح في جسم كائن تاني وبيكمل الحياه بعد كده. يعني الانسان خلاص عاش حياته فتره ان هو كانسان، بعد كده بقى هيعيش حياته كانه حيوان، بس طبعا من غير ما يتكلم وكده. يعني ناس شايفه كده. ناس كتير اتعملت برضو على نفس الفكره دي. كل واحد على حسب معتقداته هيبقى شايف ده. شديد جدا عندما تظن ان الحياه فرصه، وان الحياه ليست مناوبه وانما مناهبه. قد ما اقدر اخذ من هذه الكعكه وامشي، لكن لما تكون تطلع ان شاء الله في الجنه. بعض الناس يقول لك لا ان شاء الله هذه ان شاء الله في الجنه. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك، يقول ان العيش عيش هذه الدنيا هذه قشور وكذا، هذا يخلي الانسان يهبل. طيب لما ياتي القران يقول وان الساعه لاتيه، طيب خلاص نصلي؟ لا. نصوم؟ لا. اجلس في محراب العباده؟ لا. اصبح الصفحه الجميله. سامح لي قدامك. لذلك دائما المثل يقول العفو عند المقدره. لا، تجد ان كثير من الناس يرى ان العفو عند المقدره. بيتذكر الموت لما تيجي تسكب عبراتك على انسان راحل كان بينك وبين الشيء. انا دلوقتي على ماكدونالدز، جايز دلوقتي طلب من ماكدونالدز، وسبحان الله الدنيا كانت بتمطر ثلج، فتفيت ثلج يعني. Hello, I have an order for Sitali. What's the code? Is it BA4F3E7D? There you go. Thank you. Have a good day. Peace be upon you. Okay. خدنا الاوردر فرنش فرايز، عايزه فرنش فرايز. خدنا فرنش فرايز. دلوقتي هنروح على اونتاريو. اوكي، عايز اوريكم حاجه بس قبل ما نروح على اونتاريو. بصوا ما شاء الله الجبل عامل ازاي هناك. بصوا الجبل هناك عامل ازاي. واو، سبحان الله يا رب. دلوقتي خدنا الاوردر اهو وهنروح على المكان بقى. دايركشن كام دقيقه من هنا؟ الدنيا بتمطر ثلج يا جدعان، بتمطر ثلج والله. بص ثلج بينزل، بص العربيه ثلج اهو، ثلج
تلج بينزل عليه تلج عربيه نازل اهو، تلج. بص تلج تلج، سبحان الله يعني سبحان الله. يعني لو التلج ده ينزل كور مثلا، ممكن من النازله طبعا من سرعه النازله يبقى مؤلم للناس، بس ربنا رحيم علينا. يعني الدنيا بقت تلج هنا، الدنيا بقت الى التلج، ممكن اصلا الطقس يتغير خالص. وده يخلينا نرجع لفكره الموت. الموت هو الفاصل اللي بيفصلك عن الحياه ديت. يعني انت خلاص هو دي الحاجه اللي هتوقف انتاجك. اي حاجه انت عملتها بقى هي هتتحسب لك اذا كانت في حسناتك او كانت في السيئات. ولو واحد مش مؤمن خالص بكل الكلام ده، عشان برضه نكون برضه بنقول كل الناس، في ناس ثانيه هي ملحده يعني اللي هي مش مؤمنه بربنا اصلا، دي شايفين ان بعد ما هيموتوا خلاص كده العالم هينتهي على كده. يعني خلاص، يعني طالما العالم هينتهي على كده يعني معناه ان هو الواحد مجرد ما هيموت يبقى انتهت خلاص، انتهت حياته خالص، يعني مفيش حياه ثانيه بعد كده. فده بيخلي الانسان نفسه ان هو يفتكر ان الحياه دي لازم ياخد فيها كل حاجه وهو عايزها، لو هياخدها بطرق غير شرعيه، يعني بطرق هيكون فيها اذى وضرر لغيره. يعني على فكره برضو الشخص اللي هو اصلا مش مؤمن بوجود اله، هو عنده اله، بس الهه هو الحاجه اللي بيعملها. يعني الهه حاجه بيعملها ايه؟ يعني مثلا انا لو شايف ان الزنا حاجه مش حرام يبقى هعملها، لو شايف مثلا ان السرقه حاجه مش غلط اعملها، لو شايف ان اكل مثلا لحم خنزير اشرب دي حاجه عاديه طالما ما بتاذيش حد، حاجات انا بعملها لنفسي. هو شايف ان هو لما بيشرب هو مش بيأذي حد، هو لو بيشرب هو بيشرب عشان عايز ينسى الموقف اللي مضايقه، عايز ينسى الحاجه اللي مضايقاه، فبيهرب من الشعور ده بان هو بيشرب. يعني هو بيخدر الشعور ده. هو شايف ان في الاخر الحاجات دي، لو انا مثلا بعمل حاجات طالما ما بتاذيش الناس، يبقى انا بالتالي كده مستمتع، ما فيهاش مشكله ان انا اعملها، وفي الاخر انا عايش في الدنيا دي بس، فانا لازم اوصل اللي انا عايزه. واوصل اللي انا عايزه معناه ان انا احاول ان انا يعني اوصل حتى بطرق غير شرعيه، ممكن اوصل اللي انا عايزه. ممكن حد لا يبقى عارف فعلا ان الحاجات دي مثلا فيها عدم مساواه، عدم عدل ما بين الناس التانيه، فبيحاول ان هو ما يعملهاش. وشايف ان الدنيا دي يعني ظلم، يعني شايف ان الناس اللي بتموت غصب عنها ده ظلم، شايف الناس اللي بيحصل مثلا في الفلسطينيين ده ظلم من اسرائيل. شايف لو الاله موجود فعلا المفروض ما يحصلش اللي بيحصل مع الناس في سوريا، ولا الزلازل اللي تحصل، ولا كل الحاجات ديت. المفروض ربنا يحفظ الناس ديت، يحميهم من ده. فهي دي المفاصله، هو ده الجدل اللي ما بين كل الناس. هو بالنسبه له شايف ان الحياه دي طالما انا كده ميت، هي دي النهايه بتاعتي في الاخر، ان الحياه دي هي دي اللي اقدر ان انا اغتنم فيها كل حاجه انا عايزها، واقدر استفاد منها قدر المستطاع. فالشخص اللي هيفكر كده، اللي هيفكر بالطريقه دي في الحياه، اللي الحياه دي خلاص هي دي بس الواحد هيعيشها، هيفكر بالطريقه ديت. هيفكر ان ما ينفعش ان هو يسامح، ما ينفعش ان هو يغفر للناس. لكن الجانب الاخر، الشخص اللي هو مؤمن بربنا، مؤمن ان في حساب في الاخر بعد الدنيا دي كلها، في حساب، هيبقى شايف انه عادي ان انا اسامح واغفر للناس، لان انا شويه وماشي، وفي الاخر انا رايح حته ثانيه بعد كده. يعني بيبقى شايف ان هو جاي الدنيا دي كزائر، زي واحد جاي زياره، وفي الزياره دي عايز يبقى ضيف كويس، ضيف كويس للناس اللي حواليه، ضيف كويس لعيلته، ضيف كويس للناس اللي بيشتغلوا معاه في شغله، ضيف كويس بلسانه نفسه، ان هو يبقى بيراقب لسانه بينطق بيقول ايه اللي بيشتم ما بيشتمش، بيتكلم بكلام حلو، مبتسم للناس، بيسلم على الناس. ازاي يبقى انسان مع انسان الاخر، يعني ازاي فعلا يبين الانسانيه بتاعته، ازاي يبين الرحمه والمساواه والكرم، وكل الكلام ده هيتبينه ليه؟ بسببين. اول حاجه سبب ان هو عايز جايزه من عند ربنا، فهو ده اللي هيشجعه ان هو يعمل كده. زي ما احنا قلنا في موضوع ان انت في المدرسه لما كنت بتجتهد في المدرسه وبتذاكر في المدرسه او في الجامعه، كان ده لسبب ان انت عايز في الاخر تجيب مجموع كويس، عايز تبقى متفوق، عايز تبقى متميز. فنفس الفكره هنا، ان انت عايز تبقى متميز في الدنيا، عايز تبقى متميز للاخره، عايز تبقى عند ربنا ليك يعني منزله عاليه جدا عند ربنا عن الناس التانيه. وده اللي هيفرق بين الانبياء والرسل وبين البشر العاديين. احنا يعني في الزمن ده في ناس كتيره جدا بتجتهد على نفسها، بتقرب ربنا، بتعرف الناس بربنا اكتر وقت. لان ودي نتحدث عن العلاقات اكثر، لان بتكلم يعني باب الذات ضخم جدا، بس جزء من العلاقات علاقات مع الذات، واحده من اركانها اصلا. واحده من هل هي اهمها؟ وش انواع العلاقات؟ قبل انواع، لو نقول اركان، لان ذكرت اركان اذا تأذن لي. الاركان 4. اول شيء العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ناس لا ينفعك ولا سوى لك شيء ولا اعطاك شيء، لكن تحب تشوفه ترتاح له، تقبل عليه، تثق فيه بدون اي سابق تجربه. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فالعلاقه مع الله، العلاقه مع الخالق تؤثر في العلاقه مع المخلوقين. فهذا ركن كبير جدا، ومشحون النصوص الشرعية في قضية تمثيل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وحسن التعامل مع الله، حسن الخلق مع الله، هو قائم على 3 أشياء. قائم على تصديق أخباره، والرضا بأقداره، واتباع أوامره. الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ويصدق أخباره ويرضى بأقداره
هذا هو الذي يحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثاني العلاقة مع الذات، والعلاقة مع الذات فيها مجموعة أشياء. تقدير الذاتي. طيب تسمح لي قبل ما ندخل الذات، ودي أعرف وش أهمية العلاقة مع الله للإنسان؟ طيب يعني كيف تنعكس على الواحد، على الإنسان، يعني العلاقة الروحية؟ خلينا نعكسها. ماذا لو لم يوجد إله؟ كما هي في العلاقات المعاصرة الآن، إذا حابين نتحدث عنها مثلا، إذا غاب الإله غاب الرقيب، غاب الشاهد، غاب مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي كل تعاملي معك سيختلف بوجود الرقيب. الثقافة أصلا إحنا لما خلقنا الله عز وجل أشهدنا لست بربكم، كلنا قلنا نعم بلى. طيب وعرض الأمانة، فإحنا مستأمنين. تخيل واحد مستأمنك على جسدك وحياتك ووقتك ومالك، هو أمانة الآن ورقيب عليك. كيف ستتعامل مع هذه الأمانة؟ تتعامل معها بكل ما يريده صاحب هذه الأمانة الذي استأمنك. إذا واحد، وجود الله سبحانه وتعالى، استشعار وجود الرقيب يجعلني أتعامل معك، يجعلني أسامحك. دلوقتي الساعة 6:53 دقيقة وجالي اوردر دلوقتي من ليزي دوج اوصله. ده ليزي دوج، تعال نشوف ليزي دوج عامل ازاي من جوه. شكله مكان فخم جدا. I have an order for Amanda. Amanda, yeah. I'll be right back. Alright, no problem. المكان جامد قوي. طيب الاوردر المفروض دلوقتي عندي 10 حاجات هستلمهم. الفكره بس بالليل بتبقى الدنيا بتبقى ضلمه شويه في الاماكن، في البيوت بالذات، فالموضوع بيبقى شويه رخم. ثانك يو. يو تو. ثانك يو. المشكله ان انا معايا، هوريكم الحاجات دلوقتي اللي معايا قد ايه. شوفوا الصعوبه اللي انا فيها عامله ازاي. بصوا يا جماعه، دي الاوردرز اللي معايا دلوقتي. طبعا يعني ان انا اكون ماسك الموبايل وماسك الاوردر وماسك الكاميرا، الموضوع مش سهل. يلا نسوق لحد هناك، ربنا معانا ويسهل امورنا. طب يلا بينا. الجو برد قوي، يعني ايدي بتتلج. ربنا معانا، توكل على الله. بصوا يا جماعه، فاضل 4 دقايق اوصل والطريق اهو. انا ما بشاركش خالص لما بوصل الاكل للناس، مش بوريكم ان انا بحط الاكل فين، عشان طبعا ده بيوت ناس يعني. وبعدين حاجه ليها خصوصيه يعني، فالواحد مش عايز ان هو يقتحم خصوصيه الناس. وبعدين الفيديو بينزل على النت يعني، فاكيد ما حدش هيحب ان هو بيته يبقى معروف للناس كلها يعني. انا بشارك معاكم المغامره اللي بعيشها. مش عارف ليه يعني مش بينوروا الشوارع، تحس ان انت في فيلم اجنبي يعني. الفكره كلها انت مثلا ساعات ماشي ومعاك الاوردر بقى وكل حاجه، تلاقي بقى الكلاب بتهوهو وكده يعني. اسمها ايه؟ في كلمه بالاماراتي بتتقال، يلعوزوك. تلعوز بعد ايه؟ كلاب بتهوهو وكده، تبقى عامل نفسك تبقى انت وحش ايه، وحش وماشي وكل حاجه، بقى تلاقي الكلاب بتهوهو وتقول لهم اسف يا معلم، ام سوري. خصوصا لما بتكون ماشي وتبقى شايف ان المنطقه اللي انت فيها بتحسها مريبه يعني. دلوقتي بس انا عملت 23 دولار تمام لحد دلوقتي. انا بقالي بالظبط من الساعه 6 لحد 7:30. دلوقتي انا رايح على اتجاه الجيم، لعل وعسى اشوف حاجه قدامي، اشوف اي اوردر يجي لي قدامي. انا عشان بعدت عن بيتي يعني، دلوقتي انا رايح قريب من بيتي. فكنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في الموت. ولما كنا بنتكلم في الموت قلنا ان الموت من الحاجات اللي محدش بيحبها ابدا، لان احنا الموت بالنسبه لنا عايزين يعني نفكر فيه، لان احنا لو فكرنا فيه هنبدا نفكر طب احنا لما نموت هنموت ازاي؟ لما نموت ايه الشعور الموت ده؟ هل الواحد هيبقى مثلا يعني حاسس بكل حاجه؟ هل الواحد هيبقى حاسس بالوحده لوحده؟ ولا الموت ده الواحد هيبقى نايم ومش حاسس بحاجه؟ فدايما الواحد بيبقى عنده الافكار ديت، لان محدش راح وقال لنا الموت ده عامل ازاي يعني. محدش عنده خبره، محدش مثلا عمل ريفيو على الموت. فدي الحاجه اللي فيها جدال كبير جدا، والناس محدش عارف الموت ده هيحصل فيه ايه، وهل هنتعذب واحنا في ميتين ولا مش هنتعذب. فدي اسئله تيجي في بال الواحد. بس انا من وجهه نظري اللي شايفها ان الواحد لو هو خايف من حاجه يبقى جاهز ليها. يعني زي ما انت مثلا بتكون خايف من امتحان، خايف من امتحان عندك بكره في المدرسه الجامعه، والامتحان ده او عندك برزنتيشن، فانت لو انت محضر نفسك كويس للامتحان ده او للبرزنتيشن ديت مش هتخاف، هتبقى رايح وانت خلاص انت عارف انت هتقفل الماده، عارف ان انت خلاص انت كل حاجه مذاكرها كويس جدا وعامل اللي عليك، وانت اصلا يعني طالع الامتحان كده عارف ان انت انا حليت كويس جدا وان شاء الله هجيب العلامه النهائيه. الموضوع بسيط، بس احنا اللي مصعبينه على نفسنا يعني. لما نفكر
يعني الحاجات اللي ربنا نهانا من عليها خلاص نطيع ربنا وما نعملهاش، والحاجات اللي ربنا قال لنا مباحه وحلال لينا نعملها. هو كده يعني، لان احنا لو فكرنا فيها الحاجات البشر دايما هتلاقيها ان هي لو شركات مثلا كبيره هي مش فارق معاها حلال وحرام، هي فارق معاها ان هي بس عايزه تبيع المنتج، فالمنتج ده لو هو اصلا ربنا محرمه هيبيعوه، وهيدوروا على طرق ان هم يخلوها ازاي تبقى مباحه عشان يعملوا ارباح كتيره. الناس الكبيره اللي ليها مكاسب شخصيه هيخلوا الحاجات دي تبقى متوفره بشكل كبير جدا عشان الناس تبقى بالنسبه لها تجاره ويستفادوا منها، حتى لو الحاجات دي ضد الدين والدين محرمها. اوكي دلوقتي انا في المول هنا، جيت المول عشان استلم الاوردر من سينابون، وبعدين هطلع على اللوكيشن اللي هم كاتبوه لي. فدلوقتي استلمت الاوردر اهو، كان بيبعد 15 دقيقه من هنا في تشينو. ساعات الواحد بياخد الطلب وبعدين بيندم انه ياخد الطلب. نكمل الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، وهو موضوع الموت. لو فكرنا في فكره الموت، هو هيبقى الحاجه الفاصله في قرار اي حاجه في حياتنا. يعني لو احنا مثلا في علاقه محرمه هنبطلها على طول فورا عشان خايفين من الموت وخايفين من لقاء ربنا، عايزين ربنا يبقى راضي عننا. لو فكرنا فلوس مال يتامى انا وكيلها، في اختلاس اموال، في سرقه، في كذب، في فتنه، في نميمه، في اي حاجه هفكر فيها هتكون فيها اذيه وفيها عدم عدل الطرف الاخر، هتلاقيني على طول بفكر فيها 100,000 مره. لما اجي افكر انا ممكن اموت في اللحظه ديت. غير ده كله احنا المفروض في سباق لايه؟ في سباق ان احنا نبقى في منزله اعلى من بعض عند ربنا. زي ما احنا في الجامعه مثلا وفي المدرسه بيبقى كل واحد مثلا بيحاول قد ما يقدر ان هو يبقى مجتهد. في ناس مثلا فاشله ما بتحبش تذاكر، لكن في ناس بتذاكر، واللي بتذاكر بيبقى عايز يبقى متفوق على الطلاب كلهم اللي معاه في الصف، وعايز يبقى متفوق كمان على المدرسه كلها. فبيحاول دايما ان هو يبقى دايما يجيب اعلى الدرجات، يجيب الدرجات النهائيه. فنفس الحكايه برضو في الدنيا، احنا المفروض نبقى ده هدفنا، ان احنا عايزين الفردوس الاعلى، عايزين ان احنا نبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نبقى مع الانبياء. وبعدين لو فكرنا فيها كده، الدنيا دي مهما قعدنا يعني نطلب من ربنا فيها في الدنيا مش هيكون يعني في الاخر هنموت. يعني مهما كان ايه اللي هناخده هنموت في الاخر، مش هنستمتع بيها طول حياتنا. ولكن اللي الاخره هي دي الحاجه اللي احنا هنبقى عايشين فيها حياه الخلد كلها، فهنستمتع فيها اكتر بكتير من الحياه اللي احنا عايشينها ديت. والحياه اللي احنا فيها دي ما فيهاش عدل، ولكن في الجنه في عدل. لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قرينا في القران وتعمقنا في القران، هنلاقي ايات كتير جدا ربنا بيتكلم فيها على الجمال اللي الانسان هيعيشه في الجنه، والحاجات اللي الانسان هيستمتع بيها في الجنه اللي مفيش زيها في الدنيا ابدا، ومفيش مقارنه اصلا بيها بالدنيا. يعني الدنيا، شوف كل الاماكن الجميله اللي احنا بنشوفها، سواء بقى على التلفزيون، او سواء على السوشيال ميديا، سواء يعني على الشاشه، او سواء في حياتنا فعلا بنشوفها او بنسمع عنها من الناس. كل ده في الاخر الجنه حاجه تانية خالص. فهي الفكره في كده، احنا ده الحاجه اللي احنا لازم نفكر فيها كويس جدا. لو نفكر فعلا في الموت كتير، هو ده اللي هيخلينا فعلا نغير حياتنا للاحسن. فالسؤال اللي يطرح نفسه هنا بقى، هل اللي فعلا عقلنا يستوعبه ان احنا فعلا الدنيا دي هي بس، مفيش دنيا تانية بعد كده، مفيش حياة تانية هنعيش تانية بعد كده؟ طب الناس اللي اتظلمت في حياتها دلوقتي، طب الناس اللي كانت بتسرق وبتقتل وكانت بتعذب الناس وكل الكلام ده، دول هيحصل لهم ايه؟ الناس دي يعني عادي كده مفيش محاسبة ليهم خالص؟ فهي الفكرة في كده. السؤال اللي لازم كلنا نسأل نفسنا، هل فعلا الحياة دي يعني تسوى ان احنا يعني نضيع اخرتنا عشان مفتونين بالدنيا دي؟ ايه اللي هيكون احسن بالنسبة لنا؟ الاخرة جنة ونعيمها وكل حاجة، ولا الدنيا اللي احنا عايشينها ديت؟ فاحنا لو فكرنا مع بعض ان خلاص الحياة فانية واحنا ممكن نموت في اي لحظة، هنعرف ان دي خلاص هي دي نقطة التحول بالنسبة لنا. فهنفكر في الحاجة قبل ما نعملها مليون ألف مرة قبل ما نعملها. فمحدش عارف هيموت امتى، ربنا يعني يطول في عمرنا ويبارك في صحتنا وكل حاجة. فده اللي لازم فعلا نستوعبه كويس جدا ونفكر فيه. انت لو ما بتصليش فقوم صلي دلوقتي، لو انت ما بتقراش قرآن فقوم اقرا قرآن دلوقتي، لو انت بعيد عن ربنا قرب لربنا دلوقتي. لما انت بعيد الشر انت تموت، يا اما حد عزيز عليك الحد ده يموت. فحتى ان احنا نسامح بعض، وحتى ان احنا نغفر لبعض، وان احنا يعني خلاص نعمل كل حاجة لوجه الله، نخلي السبب هو ربنا عز وجل عشان ربنا يكون راضي عننا، هتلاقي انت هترتاح كتير جدا في حياتك، وهتلاقي ان انت بترضى بكل حاجة في الدنيا. يعني هتلاقي ان انت مش زعلان على حاجة كنت عايزها وما جاتش،
اتمنى يا جماعه الفيديو ده فعلا يعني استفدتوا بيه، ولو استفدتوا بيه فعلا يعني شاركوه مع غيركم كمان عشان غيركم يستفاد، وان شاء الله يبقى في ميزان حسناتنا كلنا ان شاء الله. ولو مره تشوفوني انا اسمي علي، وانا اتنقلت الحياه هنا في امريكا، ومن خلال دايما القناه هنا دايما بعمل فيديوهات يعني بحسب التجارب الشخصيه اللي بعيشها، والحمد لله احنا بدانا نعمل حاجات جديده الحمد لله، وهنستمر فيها مع بعض، بنتكلم عن قصص الانبياء. فالحمد لله بدانا من ادم عليه السلام ووصلنا لغايه دلوقتي للوط عليه السلام، لحد الفيديو ده يعني وصلنا لوط عليه السلام. كل الفيديوهات دي ان شاء الله بتبقى لايف اصلا على التيك توك، بتبقى ان شاء الله على اليوتيوب هنا برضو هتنزل باذن الله قريب ان شاء الله. احنا مع بعض وهنتعلم كتير جدا مع بعض، وهنستخدم مع بعض كتير جدا. كل التحديات والمواضيع المهمه بالنسبه لنا قربنا لربنا ان شاء الله كلها ان شاء الله هنغطيها مع بعض باذن الله يا رب. فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، ويقدرنا يا رب، ويثبتنا على ديننا، يغنينا بالعلم المال والصحة، ويحببنا ويقربنا ليه أكتر وأكتر يا رب. نشوفكم إن شاء الله فيديو جديد في مكان جديد مع موضوع جديد قريب جدا بإذن الله. مع السلامة.